من اسكندرية او من براها ومش عارف ازاي تقضي يوم حلو؟ تعال هقولك تعمل ايه. اطلع على بحري بسرعة ومنطقة ابو العباس، هتصلي الظهر هناك وهتطلع تلاقي حصنة ممكن تركب واحد وتاخد لك لفة حلوة، وما تخافش ما عندهمش زيكو. يلا يا زيكو على الصبر بسرعة يا زيكو. اما بقى منظر المراجيح بتاعت زمان اللي هترجعك ان انت تعيش طفولتك من جديد. هتلاقوا كمان عندهم كل انواع المراجيح المخصصة للاطفال، بجد هينبسطوا بيها جدا. بعد ما تخلص تقدر ان انت تتمشى في الاماكن المجاورة للمكان وتشوف البيوت القديمة، بجد البيوت دي كلها فيها ريحة اسكندرية، ريحة الناس القديمة. خلص بقى لفتك براحتك واطلع على كبدة العربي. كبدة العربي ده يعتبر اقدم واحد بتاع كبدة في اسكندرية. هتلاقي عنده الكبدة والصدق والكفتة والبرجر والحاجات اللي بتتباع في المصمت كلها. احنا طلبنا 2 كبده، شكل السندوتش لوحده حكايه. ما تنساش تعصر عليه نص ليمونه ومعاك قرن الفلفل الحامي بتاعك وعيش قطمه بقى بحته طحينه، وما اقولكش انسى الدنيا. طعم الكبده كان جامد جدا. طلبنا كمان 2 كفته، شكل الكفته كان حلو قوي، حاطط عليها خضره وطماطم. للاسف الكفته كانت شوي جريل، وانا بصراحه مش بحب الجريل، بحب الكفته اللي على الفحم اكتر، فما كانتش ذوقي قوي. الكبده بصراحه عجبتني اكتر. خلصت بقى اكلك عند العربي، يلا بينا اطلع على البحر في وش ابو العباس. هتلاقي ناس بمراكب شقيانه بينادوا عليك عشان تركب معاهم وتلف لفه جوه الميه. اركب معاهم، الناس دي بجد تستحق الدعم. بعد ما تطلع من البحر هتلاقي كذا واحد في وشك بتوع جيلاتي. انا جربت الصعيدي، اسعاره على قد الايد وحاجته كويسه. طلبنا 2 جيلاتي ورجعنا على البحر تاني عشان ناكلهم. طعم الجيلاتي كان حلو قوي، مش هقول ان هي احسن حاجه، بس مقارنه بالاسعار فهي كويسه. بس لو حبيتوا النوع ده من الفيديوهات اكتب لي في الكومنتات، وهعمل لكم اماكن تانية تخرجوا فيها بارخص الاسعار وتقضوا احلى يوم في حياتكم جوه اسكندريه. بس وخدنا بعضنا ورجعنا. لو عجبك الفيديو لايكك الحلو، فولو تمام، واشوفكم في فيديو جديد. سلام.